السلام عليكم. فيديو جديد هنتكلم فيه عن الثلاثي عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، على تصرفهم في دكه البدلاء الماتش اللي فات قدام مازيمبي تجاه مارسيل كولر. وهنتكلم اللي حصل وهنشرح بالتفصيل اللي حصل وايه راينا بالظبط في الموضوع، لان الفتره اللي فاتت كلها الناس طلعت واتكلمت عن الموضوع، اللي بيهاجمهم واللي واقف معاهم. طب اللي منين؟ طب احنا في الفيديو ده بقى هنشرح بالظبط ايه اللي حصل وليه عملوا كده، وهل هم صح ولا غلط. وهنشرح برضو موقف بسيط كده من عماد متعب لما كان بيلعب عماد متعب اتجاه البروفيسور طبعا مانو جوزيه، وازاي قدر جوزيه يتعامل مع عماد متعب في الموقف ده لما حصل الموقف ده برضو على دكه البدلاء. موقف شبيه بعمرو السولية وحسين الشحات. بس كده ان شاء الله هنشرح بالتفصيل ايه اللي حصل. يا ريت هنشوف الفيديو كامل، هتلاقي لينك مش بعيد، هتلاقي لينك فوق في البوست او تحت في الكومنتات. وابعت لينك الفيديو لكل اصحابك وعشان يوصلهم كل جديد. يلا دوس على اللينك ويلا بينا نتفرج على الفيديو واول حاجه معانا.